ليس من جلس على الكرسي معاق، لا، بل هناك معاق غيره، ومعاق الأخلاق ومعاق العقل ومعاق الضمير والتفكير. نظم اليوم بالمركز الاجتماعي التربوي بقليميم حفل التحدي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، الحفل الذي نظمته جمعية تحدي الإعاقة بمناسبة نهاية الفصل الدراسي الأول، حيث تم افتتاح الحفل بزيارة لمرافق المركز الاجتماعي بحضور والي جهة قليميم ودنون والعديد من الشخصيات المدنية والعسكرية وفعاليات من المجتمع المدني. بمناسبة انتهاء الدورة الأولى للموسم الدراسي 2015-2016 نظم المركز الاجتماعي التربوي ذوي الاحتياجات الخاصة حفل بمناسبة نهاية هذا الدور الأول. وهذا الحفل كان تخللته فقرات كثيرة اللي نشطوها الأطفال اللي هما في وضعية إعاقة، الإعاقة الذهنية الأنواع ديالها، وكذلك الأطفال ديال لغة الإشارات، واللي صراحة أبانوا على المجهودات الجبارة اللي كيبذلوها الأطر العاملة داخل المركز الاجتماعي، اللي كتعمل دائما من أجل أنها تعطينا واحد المنتوج اللي هو كبير من خلال هاد الأطفال، وخصوصا على أنهم جسدوا مجموعة من الأناشيد ومجموعة من الأغنيات بطريقة اللي هي نالت إعجاب الجمهور. بعد الزيارة التي شملت جناح التربية الخاصة بالإعاقة الذهنية وقسم الصم والبكم وجناح الترويض الطبي، قام السيد الوالي رفقة الوفد المرافق له بالالتحاق بالمنصة الشرفية، حيث كان له موعد مع النشيد الوطني بلغة الحركة من إبداع أطفال المركز. عمل كبير قدموه الأطر تربويا ورياضيا ونفسيا لهذ الأطفال هذو، استطاعوا أنهم يقفوا فوق الخشبة باش يعبروا على الموهبة ديالهم في الفن، في الرقص، في الغناء، في الشعر باللغة الصامتة، بلغة الإشارات، وكذلك بالجسد. شهد الحفل تقديم مجموعة من الفقرات، أغاني ترحيبية، رقصات تعبيرية ولوحات ميمية قدمها أطفال المركز بتأطير من مؤطريهم. الشيء الذي أبدى الجميع إعجابه هو التنويه بالمجهودات الجبارة التي تقوم بها الجمعية تجاه هذه الفئة. وفي الختام تم تقديم شهادة شكر وتقدير لسيد والي جهة قليميم ودنون وبعض الشخصيات التي ساهمت في إنجاح هذا الحفل، ورفع برقية ولاء وإخلاص للسدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.